الهدف من الأساسي أنه التواصل، لكن يعني باعتبارك يعني أيضا مدربة في أحد المعاهد الموجودة بكركوك لتعليم اللغة الإنجليزية، لا نعم يعني أكيد صحيح. تجيكم طبقات معينة، أعمار معينة، كلش مختلفة. صح لو لا؟ صحيح. من كل أهدافهم كلها نفس الشيء؟ ممكن لهم أهداف أنه خاصة الأطفال، يعني إحنا عندنا فئات عمرية مختلفة، الأطفال، المراهقين، والأدولتس الكبار. الأطفال الأهالي كلش يحبون أطفالهم يتعلمون، لأنه يحسون أنه تعلم اللغة الإنجليزية كلش مهم بهذا الوقت، لأنه اتصال بالعالم. ممكن هاي أحد الأسباب. المراهقين ممكن لأنه بمرحلة عمرية ما كانوا ضعيفين باللغة، فشنو فكروا أنه يقوون نفسهم من خلال الانضمام إلى المعاهد. واكيد مو اي معهد، المعهد اللي يشوفونه بها الكفاءات المناسبه يعني. طيب. اما الكبار ممكن عندهم قسم من الكبار عندهم اهداف، يسافرون، يدرسون، يعيشون برا، او يحصلون شهادات، يعني عندهم طموح. فهاي احد الاسباب همينه، يعني هذا سبب قوي كلش عند اللي مكملين دراسات واللي متخرجين واصلا متعينين. طيب. اكو يجوكم طلاب، يعني مثلا خلينا نقول طلاب الصغار، خلينا نقول المراحل الابتدائيه، هذه يجون كتقويه موجوده هذا الشيء؟ تقويه، اي نعم اكيد موجود. هذا يحسن مستواهم خلينا نقول المناهج الموجوده بالمدارس الحكوميه؟ كلش يحسن، بس اكو شيء لازم ينتبهون عليه. يعني مرات احنا او الاهل بشكل عام يعني ممكن يحبون هم الاطفال يتعلمون، بس هل يا ترى الاطفال يحبون يتعلمون؟ هاي نقطه جدا مهمه. اي هاي الفقره، انه الطفل اذا عنده رغبه كلش عاليه بالتعلم راح يتعلم، بس انا اذا اخلي الطفل يتعلم لانه انا احبه يتعلم، ممكن الطفل ما يتعلم. ممكن جاي لانه هو ممكن يحس نفسه انه ماما قالت لي انا ما احب ازعل ماما فراح اجي، او ممكن هو يحس نفسه بمكان ما هو مجبور، ولو ما احب استخدم هاي الكلمه بس يعني للتوضيح. اي فيبقى مثل ما قلت، يبقى على الطفل وعلى رغبه الطفل كلش، تساعد على يساعد على هذا الجانب. جميل. طيب، هو اكو يعني نوع من التباهي من عند الاهالي، يعني مثلا انا انداز ابني حتى يحكي انجليزي، اكو هذا الشيء موجود؟ يعتمد على صراحه، انا اشوف ممكن اكو نوع من التباهي، لانه ابني يعرف اللغه الانجليزيه وابني راح يتعلم اللغه الانجليزيه، وابني كلش يعرف، ابني فلوينت باللغه الانجليزيه، فاكو نوع من التباهي. طبعا هو اكو هذا سؤال تدري منين جاي؟ يعني انا شايف يعني مثلا جلسات قاعدين اصدقاء صديقات قاعدين، صحيح. ابني يحكي انجليزي، ابنك ليش ما يحكي انجليزي؟ يقوم يعايره. صحيح. هاي هم اعتبرها يعني طريقه خاطئه، يعني ممكن ابنك يعني عنده اقبال وعنده قدره، صح. ممكن يتعلم بها انجليزي. ولهذا اكيد الفروقات الذاتيه ايضا موجوده. كلش صح لو لا؟ صحيح. لهذا دا اقول انه رغبه التعلم ممكن اذا من الطفل راح تبين حقيقيه اكثر، بس رغبه التعلم اذا جايه من الاهل ممكن الطفل ما راح يقدر اصلا يكون عنده رغبه بالتعلم. ف طيب. كلش اركز على هذا الجانب. قبل لا انتقل على الشق الثاني من باعتبار صانع محتوى، خلينا نروح للادولتس الكبار. اوكي. هم عندنا يعني طلاب كليه يجون يعني ايضا يقرؤون اللغه الانجليزيه مالهم، دول هم نفس الهدف، يعني هدف اكاديمي حتى يساعدهم بالدراسه لو شنو؟ اكثريه الاشخاص اللي يجون من الكليات هم اختصاص لغه انجليزيه، يجون يدرسون حتى يقوون اللغه الانجليزيه مالتهم، لانه اكاديميا هم يحسون نفسهم جاهزين ويعرفون كل المعلومات كمنهج ككتاب، بس من يجون للحياه العامه اللغه ما يمارسوها، ماكو فلوينسي باللغه، لانه بوقتها ما كانوا اصلا مركزين على انه هل هم جايين يتعلمون مختارين هذا الاختصاص لانه يحبونه، لو هم نرجع لنفس النقطه، لو هم ممكن رغبه الاهل او لانه بالمجتمع مرغوب هذا الاختصاص. فمن بعدها يكتشفون ممكن انه عندهم رغبه والاقبال يصير اكثر من متخرجين اللغه الانجليزيه، فيجون يقدمون حتى يقوون اللغه مالتهم، لان يحسون اوكي انا عندي رغبه اريد اتعلم اكثر واريد اقوي اللغه مالتي اكثر، لانه اريد اكون ممكن مترجمه، ممكن مدربه لغه، ممكن اشتغل بنفس المكان، لانه انا بداياتي كنت همنا متخرجه، اجيت لهذا المعهد كنت طالبه، بس من بعدها قويت نفسي اكثر، طورت من نفسي اكثر وصرت مدربه لغه. زين، اكثر الاقبال من يا فئه مثلا خلينا نقول الصغار، لو الفئات المتوسطه، لو الكبار اللي متخرجين او بالكليات؟ الاقبال اكثر شيء من الطلاب،
اللي هي مراحل المتخرجين مثل ما ذكرت اللغة الإنجليزية. يعني ما راح أقدر أحصرها وأحدد إيش قد ياهو أكثر، بس الأطفال إقبالهم أكثر ممكن بنسبة معينة. فاطمة، باعتبارك حاليا دا تدرسين كلية، هم عندك هدف خلينا نقول أو عندك نية تتعلم إنجليزي باعتبار المصطلحات اللي مثل ما عرفت بالقسم مالتك هي طبعا إنجليزية؟ الأكثرية الإنجليزية، فعندي نية قوي اللغة الإنجليزية مالتي، لأن حتى استفاد مو حتى بس بالدراسة أو بالكلية، لا حتى من أتخرج يعني استفاد من عنده صراحة. هسه وقتنا يعني صاير وين ما تروح يعني حتى شغلات الكوزمتيك صح، يعني تشوف مكتوب بالانجليزي وشغلات، فلازم الواحد يعني يعلم او يطور من نفسه احلى. جميل. مثل ما قلنا على عمل المعاهد، كثرة المعاهد برأيك تشوفينها شغلة إيجابية؟ أنا من ناحيتي كنظرتي أشوفها شغلة إيجابية، باعتبار راح يصير تنافس على الجودة، جودة التدريس دا أقصد، وكذلك من الناحية السعرية. أنت كمدربة ودا تعيشين هاي الأجواء، شلون خلينا نقول كثرة المعاهد بكركوك؟ هم بشكل عام هدفهم ليش يفتحون معاهد، هذا المهم. هل الهدف انه يريدون يتركون اثر حلو بتعليم اللغه؟ لو هدفهم ممكن فقط مادي، بس اذا الهدف انه ترك بصمه واثر قوي بنفوس الطلاب، الاشخاص اللي عندهم طموح ممكن يريدون يتعلمون اللغه، هذا كلش حلو، راح بيكون لهم دور كلش كبير، وراح اصلا يتركون اثر كلش حلو، ينشهرون بسرعه. بس اذا كثره المعاهد جايه من مكان انه انا بدي افتح مشروع حتى ادخل مبلغ معين او من اجل الماده، ممكن ما راح ينجح كلش، لانه تركيزه مو على التدريس والتحسين، تركيزه على غير شيء. طيب، حضرتك صانعه محتوى؟ مؤخرا بديت بصناعه مؤخرا المحتوى. يعني حديثا خلينا نقول كلش حديثه. نتمنى لك الموفقيه ان شاء الله. شكرا. شنو طبيعه المحتوى اللي تقدمينه؟ المحتوى اللي اقدمه هو شلون احسن من جوده التدريس وتعليم من الناحيه النفسيه، لانه انا اؤمن الطفل من يكون عنده او من احسس اني كمعلمه وكمدرسه من احس الطفل بالامان، يعني من هاي النقطه يبدا الطفل يتعلم، لانه انا ما احس التعلم فقط هو كتاب، التعلم هو شعور، انه تحس بالامان، من تحس بالامان تقدر تتعلم بكل سهوله. فانت اختاريت الطفل من الطفل؟ انا يعني اذا نجي على كل المراحل، انا مدرسه كل الفئات، الروضه، الابتدائيه، المراهقين والادولتس، فبكل مرحله بكل فئه انا درستها حسيت انه كل واحد بيهم لازم يحسون بشعور الامان حتى يقدرون يتميزون يتعلمون. عنوان البرنامج اللي اختاريته هو تعلم الفردي، لغه اجنبيه، زياده الثقه في النفس وافاق جديده. فعلا يعني تزيد الثقه بالنفس وتفتح لافاق جديده. اللغه ممكن تعيد السؤال لأن ممكن خلينا نقول اللغة الأجنبية، واحد يكتسب، مثلا أنا اكتسبت اللغة الإنجليزية، راح يزيد ثقتي بنفسي مثلا كشخص أكاديمي مثلا بالكلية، إذا تمكنت من اللغة الإنجليزية راح يعني ثقتي تزداد حتى في المجتمع. الآفاق الجديدة ده أقصد يعني ممكن يعني واحد يعني يفتح له خلينا نقول باب عمل أو عمل جديد، باعتبار أنا قبل ما كنت أعرف إنجليزي، فهسه من أقدم CV كاتب موجود اللغة الإنجليزية، هم أيضا راح يأثر برأيك؟ كلش راح يساعد تعلم اللغة الإنجليزية. إذا قصدك من الناحية الأكاديمية اللي إذا تريد تروح تقدم لمكان عمل، مذكور إنه مطلوب إنك إنه لغة إنجليزية. يمكن هاي واحدة من النقاط أيضا اللي صار إقبال على المعاهد، يعني يطلبون أكثر الأعمال اللغة الإنجليزية. صحيح، يعني صحيح؟ كل مكان أنا دا ألاحظ ودا أشوف المجتمع حاليا، إحنا بكركوك خلينا نقول، الأمور اللي دا ألاحظها إنه اللغة الإنجليزية عليها إقبال كلش عالي بكل المؤسسات. ممكن مو لأنه يكون مدرس أو مدرب، ممكن يشتغل بمجال الحاسوب بس لازم همنا يعرف إنجليزي، فشيء مرغوب كلش. طيب، خلينا نجي للفئات اللي يتعلمون اللغة الإنجليزية، ايش قد يحتاجون؟ خلينا نجي مثلا من الأطفال، تقريبا ذول ايش قد يحتاجون؟ عندنا مستويات لو راسا ننظمهم كلهم بخانة واحدة، لو عندنا ليفلز معين. أول شيء الطفل كلش مرن، لأنه طفل مستقبل المعلومة بسرعة، فيتعلم اللغة أسرع من الكبار. فلهذا احنا نشجع انه الطفل اذا نعلم اللغة لازم يتعلم بعمر صغير، او حلو انه يتعلم بعمر صغير. حتى ممكن اهالي يقولون لا نعلمه هواية لغات،
ليش؟ لانه راح يخربط، ابدا ما راح يخربط، الطفل كلش ذكي. قصدهم راح يخربط ما بين اللغات الموجوده اللغات بكاكو؟ الموجوده ممكن عربي، ممكن كردي، راح يخلط تركماني، بين التركماني الكردي العربي انجليزي، ايه يعني يحسون انه يخربط، بس ابدا ما راح يخربط لانه الطفل كلش ذكي ومستقبل المعلومه بسرعه من بقيه الاعمار. بس اذا نقول ايش قد يحتاج للطفل حتى يتعلم، اكيد يحتاج وقت. تعلم اللغه عنده اسرع من بقيه الفئات العمريه، بس اكيد ما راح نحصره بليفل معين. اذا نجي على المعهد مثلا، المكان اللي انا اشتغل به، كل فئه كل ليفل له مستواه الخاص. احنا عندنا 6 كل فئات. ليفل تقريبا ايش قد يخلصه الكورس؟ المده قصدك شو وقت يخلصون؟ نعم. احنا عندنا 2 شهرين وشهرين ونص عندنا. هو منهج خاص بهم بمستواهم لكل ليفل. كم ليفل بشكل عام؟ 6 ليفلات. 6 ليفلات. Yes. كل ليفل تقريبا شهرين ونص. شهرين ونص او 3 اشهر. طيب maximum. الرسوم بشكل عام، ما اقصد على المعهد الموجود هنا، تقريبا يعني تتراوح ما بين مثلا $50 $100 $200 رسوم الاشتراك. رسوم الاشتراك يعتمد على جودة المكان. ما راح اقول رقم معين، بس على جودة المكان. يعني تقريبا خلينا نقول فشي ابروكسي. اذا جودة المكان زينة ممكن تبدي من $200 فما فوق. للشهرين. للشهرين. اوكي، اذا للشهرين نو $300 فما فوق. $300 تقريبا. يس. اي اكو يعني اقل، وكو هذا حسب جودة المكان والشهادات. اكيد وراها يعطون شهادات اكيد شهادات معترفة زين. قبل وزارة التربية. ولو يعني تتقنين بالمعهد، لو تنطين تدريس لو اونلاين ما عندك؟ تدريس اونلاين حاليا مو كلش يعني متفرغه له. يعني تفتحين تدريس اونلاين، لان اكو هوايه مثلا ما يقدرون يجون المعهد بسبب صحيح. الارتباطات الدوام او شيء، يعني يفضلون الاونلاين احسن. اكيد اكيد. هاي الفكره موجوده واصلا تنفذ بمعهدنا، تدريس الاونلاين، لانه اكو اشخاص مثل ما حضوريا شوي عندهم صعوبه ممكن التزامات عندهم، فيفضلون الاونلاين اكثر لانه بحكم الالتزامات والاولويات. فاطمه، سالت هذا السؤال باعتبار صانعه محتوى، فعندك يعني اكثر خلينا نقول قرب ممكن من السوشيال ميديا. من خلال السوشيال ميديا يعني عملك ايضا تحبين يعني تعلمين الناس على اللغات والمصطلحات الجديده. عندك شيء كذا فقرات اللي انا شايفه هوايه صناع محتوى، شايفه هاي الكلمه مثلا كذا تلفظ كذا ما تلفظ، احنا يمنا مثلا هيك تلفظ دارجه، اخطاء دارجه، الصححين. عندك فقرات ممكن؟ هاي الفقره حاليا ما مفعلتها، مفعله فقره الجانب النفسي للطفل فقط، للطالب للطفل بكل الفئات يعني. طيب اكشفينا شوي يعني الخطط القادمه يعني شنو عندك؟ لانه اؤمن انه الجانب النفسي للطفل كلش مهم، وشعوره بالامان كلش مهم، وتعلمه يبدي. أؤمن أنه تعلمه يعني التركيز بمحتواه يكون من الداخل للخارج، لأنه إذا هو جاهز و متهيئ نفسيا ممكن راح ينعكس تعلمه للغة بشكل أسرع. فتعلم اللغة عندي مو كلش أساسي، بالرغم أن أنا مدربة وكلش أحب اللغة مالتي، بس أحب أنه أركز على الجانب النفسي للطفل، وهذا كلش مهم. هذا ما يعني أنه أنا بدي أستخدم مصطلحات إنجليزية أثناء ما أنا أقدم محتوى معين، بدي أستخدم وبدي أركز على جزء منه على اللغة. فبالتالي يعني تؤمنين أنه تهيئة الطفل قبل ما إدخاله وإكسابه خلينا نقول للغة لازم يكون هو مهيئ من الداخل، من الأجواء المحيطة به، مرتاح ويحس بالأمان، وهو عنده رغبة شرط. هو عنده رغبة، مو واحد يجبره أو يقول له روح أتعلم. حتى أنا أقول ابني أنه هو يعرف إنجليزي لو أنت تعرف إنجليزي. صحيح. اللي هذا الموجود بالمجتمع للأسف. صح؟ ممكن ممكن أوكي. تمام. كان اكو شيء ببالي، هو ليش مدربة إنجليزية؟ ليش مو مدرسة؟ هل هو المدربين هو مسمى مو كلش له تأثير صراحة. لو له علاقة مثلا المدرب هو يعني يحاول يخلي الشخص ينطق كلمات جديدة، جاي من جزء من التدريب. إذا نجي نعرف التدريس شنو والتدريب شنو، التدريب يركز على اللغة، التدريس على كل الجوانب، لأنه التدريس بها جوانب مختلفة. يعني أنا دا أدرسها منهجيا، يعني ممكن ما راح أكون متفرغة كلش لتعليم اللغة، لأنه إحنا بمناهجنا الحكومية مو كلش متفرغين لتدريس أو تدريب اللغة. ليه؟ لأن الطلاب اللي يجون يمنا مو جاهزين إنه يتعلمون اللغة كلش، بس هدفهم إنه ينجحون بالمادة حتى يروحون للليفل الثاني. ممكن عندهم هدف ثاني أكبر، ما عندهم هدف إنه يتعلمون اللغة، فيروح لمكان ثاني يهيئ له هذا الهدف اللي هو يحبه، اللي هو تعلم اللغة.
اكو مدرب خاص باللغه يوجه، يعني يركز على تدريب اللغه. طيب ست رسل، انت عندك اكيد كونتاكت او احتكاك مع المدرسين القدامى. اكيد مثلا اللي يعني كانوا يدرسون قبل 10 سنوات لحد الان يعني يدرسون، اصحاب خبره. السؤال هو الطلاب او الاطفال اللي حاليا دي يجون يعني يتعلمون انجليزيه، كيف مستواهم مقارنه باللي كانوا مثلا يروحون الكذا معهد حتى يتعلمون؟ هذا سؤال تدرين ليش اساله؟ لان اكثر الشغلات خلينا نقول الاطفال اللي يحبوها حاليا موبايل. المصطلحات الموجوده بيه يعني احتمال لا اراديا هو دا يتعلم لنا مصطلح انجليزي وهو ما يدري بيها، احتمال من اليوتيوب دا يكتسب جمل. صح. زين، صحيح. فهذا ساعدكم حتى يتعلم الانجليزيه؟ مرات الطفل من يجينا للمعهد نشوف انه هو عنده باك جراوند كلش قوي، ممكن متعلمها من لعبه معينه، لان الالعاب الموجوده حاليا بها مصطلحات كلش حلوه بحيث يخليه يعني عنده ثقه كلش من يشارك المعلومه، من يشارك المفردات. حتى فكلش يساعد. خلينا نقول الاكسنت مالته، ممكن اللهجه مالته وهذا النطق، طريقه مخارج الحروف ما ايضا يعني. صحيح، الاكسنت مالته لانه هو ربط الشيء اللي يحبه باللغه، فمن يسوي شيء يحبه وبها اللغه راح يتعلمها بشكل احلى. هنا همين هذا له دور، يعني شلون ينطق اللغه والاكسنت مالته ايش قد حلوه. فبالتالي الطلبه حاليا يعني بجانب ما الالعاب لها مضار، لكن اكو العاب جانب ايجابي فعلا مفيده. صحيح. وممكن يعني مستوى الطلبه اللي يقبلون على المعاهد مستواهم اعلى من اللي كانوا قبل. صحيح. يعني قبل خلينا نقول فاطمه اللي يروح للمعهد ما عنده اي احتكاك، او ممكن مثلا بس يعرف باراسيتون مثلا، قاري هذا كلمه مال الدواء، او مثلا شايف له ماركه مال تلفزيون او هاتف، ما عنده اي مصطلحات يعني او احتكاك بشيء يجيب منه مصطلحات انجليزيه. لكن هسه لا، تشوف طفل مثلا البنانه، احنا من واحد يقول لنا بنانه مثلا قبل، هذا يعرف انجليزي. صحيح. اورنج، ابني زين. حتى الاطفال الاغاني اللي مال الاطفال بالانجليزي هم اي، فيمكن هذا سهل شويه من الامور على التعلم. حتى لاحظت همين بطلابي بالمدارس الحكوميه انه اكو العاب يلعبوها، مثلا اكثر لعب مشهوره هي الببجي، فمن خلالها عندهم مصطلحات همين متعلميها، فهمين رابطين الشيء اللي يحبونه باللغه، رغم انه مو كلش زينين بالمنهج بالكتاب، بس يعني اكو مصطلحات يقولوها. مرات اني اكون بحاله تعجب من اشوف انه يذكرون اشياء هم ما عندهم المستوى المطلوب او المستوى الدراسي المطلوب، بس عندهم مفردات حلوه، مفردات قويه، لانه يحبون الشيء اللي يسوونه اللي هي اللعبه. طيب. طيب، هي هاي الفكره مال دمج المرح بالتعلم ايضا تقدمونها او تطبقونها خلال تدريسكم؟ اذا مثلا كلعبه او طريقه ممكن تكون بها اكثر مرح ويخرجون من هذا الجو الروتيني للتعليم، مثلا السبوره وفقط يتلقى المعلومات. اكيد كل شيء مربوط باللمس او بالحركه، وانه من شغل حواسك الخمسه اثناء التعلم يكتسبها اكثر ويترسخ بعقله اكثر ويتذكرها بشكل اسرع. بس اذا مجرد قلم وسبوره مستحيل يتعلم، لانه راح يحس الماده ثقيله على قلبه، ما راح يقدر يستوعب المعلومات. بس اذا ربطناها بحواسنا الخمسه واثناء التعلم، مثلا حركه الايد، تعابير الوجه، تعابير الجسد، الرقص، المرح، ممكن القفز، اكو امور كلش يحبوا الاطفال اللي هي من نربط المنهج ب خاصه اللعب والمرح كلش يستوعبوها. وانا كذلك مس بالروضه، فهمني اشوف الاطفال ايش قد يحبون المرح ويا التعلم، ما يركزون على الكلمات بس يركزون على المرح، ومن خلال المرح يفتهمون الكلمات. وهاي الطريقه خلينا نقول الطريقه الملتويه، لكن الطريقه ممكن اللي يحبها الاطفال. أي. فانتم تتعاملون يعني ويا كل فئه حسب هذا اللي يعني يناسبه. كلش اي يعني. ومرات اني مثلا السنه اللي فاتت درست فئه المراهقين، خلينا نقول التينيجرز. هاي الفئه حسيتها متعطشه اكثر للعب، تحب اللعب اكثر، فايش قد ما قدرت رغم من انه انا ما اكمل المنهج، ما مركزه على المنهج، بس مركزه على ايش قد هم مستمتعين اثناء اللعب. فلاحظت عليهم همينه، يعني هاي الفئه كل الفئات تحب تستمتع اثناء ما تتعلم، مو بس منهجيا مثل ما قلنا انه انا اكتب على السبوره واشرح. هاي الطريقه يعني يحتاج انه خلص بعد انقرضت هاي الطريقه. اي فدا اشوف كلش قد مستمتعين اثناء
اثناء التعلم اللي طيب. هو ويا المرح. شنو اكثر مهاره ممكن عليها اقبال؟ هل هي الرايتنج لو السبيكينج خلينا نقول، يعني مهاره التعلم؟ اكثر مهاره عليها اقبال واللي هم هدفهم جايين للمعهد هو السبيكينج. اي بس بعدين يستوعبون انه كل هاي المهارات الاربعه مرتبطه ببعضها. يعني السبيكينج يحتاج رايتنج، يحتاج ريدنج، يحتاج listening، لانه انت لازم تقوي كل هاي المهارات يلا تقدر تكون متحدث او شخص عندك فلوينسي كلش حلوه باللغه. كيف تركزون على السبيكينج خلينا نقول؟ لان قبل ممكن او الطريقه التقليديه انه انا السبوره اكتب وردد ورايا او مثلا اكتب المعاني باكر راح اسالك بها الكلمات، باكر راح اسالك على المعاني. هاي راح تفيد الكونفرزيشن او المحادثه؟ بنسبه اي، والتكرار تساعد بنسبه، بس العامل الاقوى والاحسن هو التفاعل. يعني نسويهم على شكل جروبات، نخليهم بين الاصدقاء يتفاعلون بيناتهم حتى لا يغلطون، بس اهم شيء يتفاعلون ويحاولون انه يتكلمون ويحجون. واني مثلا اني سوبرفايزر موجوده وياهم، اذا يريدون يسالوني شيء جمله يريدون يكونوها انا راح اساعدهم. هذا راح يقوي اكثر وتواصلهم الفعال دائما ويا بعض، حتى لو مو داخل الكلاس خارج الكلاس راح يساعد كلش التواصل. حسب ما عرفت انه عندك المام طرق التدريس الحديثه، اكثر طريقه ممكن نشوف فيها لها فائده حتى يصير بيناتهم تفاعل ويشجعهم على التحدث. وخلي هذا السؤال هم نسوي آخر سؤال. كيف تكسرون عامل الخجل حتى واحد ممكن يتحدث؟ نرجع لفقرة الشعور بالأمان. إذا الطالب ما يحس بالأمان أثناء ما يعبر، وأنه ما أحسسه أنه اللي تقوله غلط. يعني حتى أنا أصفق له على المحاولة، ما أقول له أنت قلت صح أصفق لك، لا، حتى أكسر حاجز الخجل عنده، بس انطيه الفرصه انه يحاول. حتى على المحاوله انا راح اقول له عافيه عليك لان انت حاولت. من خلال هاي الطرق يعني التشجيع النفسي والدعم النفسي راح يخليه كلش يكسر هذا الحاجز. راح يقدر حتى الشيء اللي يقوله حتى لو مو احسن شيء وحتى مو صحيح راح يشارك شوي شوي، راح يبني الثقه بنفسه ويكسر هذا فيما يتعلق بكسر الخجل والجمود اللي ممكن عنده. طيب نعم. الطريقه المثلى خلينا نقول حتى واحد يتفاعل او يتعلم ويحكي باللغه الانجليزيه، هل هي الجروبات او مثلا خلينا نقول التيتشر ويا الستودنت لو شلون؟ ذكرتها قبل شويه اللي هو التواصل الفعال. الجروبات احسن طريقه ممكن شخص يتعلم بها اللغه. حتى بيناتهم ممكن يعني يحجون؟ ممكن لو بس فقط من التيتشر للستودنت؟ هو ليش نسويهم جروبات؟ حتى يحجون بيناتهم. وممكن يصير تواصل بين الأستاذ ويا الجسم من يكون جروب خلينا نقول مفتوح. هنا أكيد التواصل بين الأستاذ والطالب، بس التواصل الفعال راح يكون على شكل جروبات، والأستاذ يعني بيناتهم دا يراقبهم، دا يشوفهم شلون دا يتفاعلون. وهم كذلك ايش قد عندهم رغبة يتعلمون. هم نرجع لهاي النقطة. طيب ستر القاسم شنو عندها في نهاية الحلقة؟ أنا نصيحتي للأهالي. وأنا بقى على هاي الكاميرا ممكن كلش حابة هاي خلينا نقول الجانب اللي كلش حلو إذا نركز عليه، إنه نخلي الطفل يحس بالأمان إيش قد ما نقدر، لأنه الطفل عبارة عن كتلة من الذكاء. إيش قد ما انطيناه المساحة إنه يستمتع، يستكشف، يكسر، يخرب الدنيا، يخرب البيت، ما يخالف، بس انطوا المساحة إنه يعبر. من يعبر راح يكون قادر إنه يكون مبدع بالمستقبل. حتى يتلقى الشغلات الزينة المفيدة له، مثل كلغة أي شيء. يعني ممكن يكون عالم من خلال هاي الفقرة اللي بس إذا سويناها بشكل أكيد، يعني إذا ركزنا عليه. أستاذ ترسل القاسم مدربة لغة إنجليزية وصانعة محتوى، شكرا جزيلا. كنت ويانا ضيفة عزيزة ومميزة. مشاهدي فضاء يذكركم يعني مثل ما شفنا برفقة الضيفة أنه نصائح بنهاية الفقرة، أنه بعثت رسالة أنه اعطوا مساحة لأطفالكم. صح أكو أطفال وكاح، ممكن الأطفال الوكاح يكونوا أذكى من